الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. العيد عندنا نحن المسلمين احتفال واستبشار بطاعة الله عز وجل، فالإنسان كان في طاعة من أعظم الطاعات. بالنسبة لعيد الفطر كان في طاعة الصيام وهو ركن من أركان الإسلام. في عيد الأضحى المسلمون بعضهم كان في طاعة الحج وهي ركن من أركان الإسلام. كانوا يتعبدون في العشر الأول من الحجة. كل هذه العبادات يجيء العيد للاحتفال بها وشكر الله عز وجل على التوفيق لها وتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى على استدامتها. هذا عام مفهوم العيد. العيد الذي بين أيدينا عيد الفطر، شرع الله عز وجل فيه صلاة العيد كما شرعها في عيد الأضحى. هذه الصلاة تكون ضحى، وينبغي أن يحرص المسلمون على حضورها وأن يأتوها مشاة، يعني ماشيين على أقدامهم، وأن ينتظروا الخطبة التي تكون بعد الصلاة. وينبغي أن تؤدى قبلها زكاة الفطر التي نرجو أن نتعرض لها إن شاء الله تعالى. هذا العيد أيضا ينبغي للمسلم أن يظهر فيه أثر نعمة الله عليه بلبس ما أمكنه من أحسن الثياب وأجملها. وكذلك ينبغي للمسلم أن يرجع من طريق غير الطريق التي جاء منها. وفقنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله.